مساء الخير مشاهدينا، أنا حنان جيلاني وأقدم لحضراتكم نشرة 10. كالعادة دائما نبدأ بالعناوين. اختتام مهرجان إريتريا عام 2023. إشادة بالنظام في مهرجان إريتريا. أعمال فعالة بالعمل الطلابي التنموي في عنسبة. إيكواس تعلن جاهزيتها للتدخل في النيجر ومالي وبوركينا فاسو تتعهدان بالدفاع عنها. الصين تطلق تدريبات عسكرية تحذيرية وتايوان تستنفر قواتها. مقتل أكثر من 2400 شخص في هايتي بسبب عنف العصابات. مرحبا بكم. اختتم اليوم 20 من أغسطس مهرجان إريتريا عام 2023 الذي افتتحه الرئيس سياس أفورقي يوم 13 من أغسطس تحت شعار إنجازات بطولية بصفوف متماسكة. وقال مفوض الثقافة والرياضة السفير زميدة تخلي في الحفل الختام الرسمي الذي حضره مسؤولو الحكومة والجبهة بالإضافة إلى الضيوف، قال إن المهرجان الإريتري يخلق بيئة الحفاظ على الثقافة الثرة للشعب الإريتري والاستمتاع بها، موضحا بأن كان منتدى أثبت بأن قوة إريتريا وجمالها يكمن في تنوعها. وشكر جميع المساهمين لإنجاح المهرجان الوطني، موضحا بأن العمل جاري لتنظيم مهرجانات مسقرة للاستعداد جيدا للمهرجان السنوي الذي تم تعليقه لمدة 3 سنوات بسبب وباء كوفيد-19. في تقرير موجز عن مهرجان إريتريا عام 2023 قال السيد سلمون درار إن الحكومة ظلت تعمل لتنمية وقرص نقمة الوطن والوطنية في المواطنين، وأن المهرجانات الوطنية لها دور كبير في هذا الصدد، مشيرا إلى مشاهدة المهرجان أكثر من نصف مليون زائر. وقدمت في الختام الشهادات التقديرية للأغاليم والمؤسسات والأفراد الذين ساهموا في إنجاح مهرجان إريتريا عام 2023. اشتمل مهرجان هذا العام معارض لمنتجات الوزارات وإدارات الأقاليم والشركات والمؤسسات الوطنية والبيوت التقليدية وعادات وتقاليد القومية والرقصات الشعبية والآلات الموسيقية والابتكار والحرف اليدوية، ومعرض الكتب وبرامج تعليمية وترفيهية للأطفال والعروض الفنية والبازار. أفاد قادة الشرطة بأن النظام والأمن الذي شهده مهرجان إريتريا ينطلق من ثقافة الانسجام واحترام المتبادل للمجتمع الإريتري. وقال قائد مركز الشرطة الثاني والرابع النقيب مبرهة محاري والنقيب سنبلاوي ترداء إن النظام الذي أظهره الزوار يعكس الثقافة النبيلة والأخلاق السليمة لمجتمعنا. من جانبهم أشاد أعضاء الشرطة المشاركين في العمل بالتعاون الذي أبداه الشعب لوعيهم العالي ومساهمتهم في ضمان السلام. من ناحية أخرى ذكر الشرطة المرور في الأقليم الأوسط إنه لم تقع حوادث حول أرض المعرض بسبب عمليات السلامة المرورية المكثفة. قام الطلاب المشاركون في حملة التنمية في 8 من يوليو وحتى 15 من أغسطس في إقليم عنسبة لأعمال فعالة ناجحة. وأوضح منسق الحملة في مكتب وزارة التعليم الأستاذ ملس قلتا أن البرنامج شمل بناء وإصلاح القنوات وحفر الآبار وقرص الأشجار وجمع الأشجار للبناء وتنظيف البيئة ومساعدة الفقراء وإصلاح الطرق الترابية. وذكر إنشاء 226 كيلومترا من القنوات وجمع حوالي 12,000 متر مكعب من الحجارة وحرث 38 هكتارا من مزارع أسر الشهداء وإصلاح 26 كيلومترا من الطرق الترابية وحفر أكثر من 100,000 حفرة للتشجير. وأوضح أن الأشجار المزروعة ترعى المناخ والتربة واستخدام أشجار مستوطنة وغير مستوطنة أعدت في مشاتل دقم حرة ونهر عنسبة وحلحل وقزقزة. وأشاد بدور إدارات وزارتي الزراعة والتعليم وسلطة الغابات والحياة البرية. وأعرب المشاركون عن فخرهم بالمشاركة في حملة تنمية الأراضي المجدبة وحث المجتمع على حماية الأشجار المزروعة.
قام عمال شركة توتال بنفير حماية التربة والمياه يوم 19 من أغسطس في منطقة مايدمنت. وقال مدير الشركة السيد تشارلز دي كونغو بأن البرنامج يأتي في إطار أهداف التنمية المستدامة للشركة، مؤكدا على الاستعداد للمساهمة في برامج التنمية الخضراء التي وضعتها الحكومة. وذكرت مسؤولة السلامة والتطور المستدام في توتال إريتريا السيد لتبرهان جيدي إن برنامج النفير التنموي بدأ منذ عام 2021 بالتشجير في مساحة هكتار واحد. فاصل ونعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، ابقوا معنا. إن ضباطا من قادة أركان مالي وبوركينا فاسو والنيجر عقدوا اجتماعا في العاصمة نيامي ضمن جهود التصدي للتدخل العسكري المحتمل لدول مجموعة غرب أفريقيا إيكواس في النيجر. وبث التلفزيون صورا لطائرات حربية قال إنها من دولتي مالي وبوركينا فاسو تم نشرها في النيجر تنفيذا لتعهدات البلدين بوقوفهما إلى جانب نيامي ردا على أي تدخل عسكري محتمل من قبل مجموعة إيكواس. وجاءت هذه التطورات بعد أن أعلنت مجموعة إيكواس في ختام اجتماعات قادة جيوشها بالعاصمة الغانية أكرا إنها اتفقت على خطة التدخل العسكري المحتمل في النيجر وموعدها، لكنها أوضحت أنها لن تدخل في حرب يمكن تجنبها. بدأت الصين تدريبات عسكرية حول تايوان اعتبرتها بمثابة تحذير صارم في أعقاب الزيارة القصيرة لويليام لاي نائب رئيسة هذه الجزيرة إلى الولايات المتحدة، الأمر الذي أدانته تايبيه بشدة واعتبرته سلوكا استفزازيا، وقالت إنها ستنشر القوات الملائمة للرد. ووصفت بكين لأي بأنها مثير للمشاكل وتعهدت باتخاذ إجراءات حازمة وقوية لحماية السيادة الوطنية. ونقلت وكالة شينخوا الصينية الرسمية للأنباء عن المتحدث العسكري شي قوله إن قادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني أطلقت دوريات جوية وبحرية مشتركة وتدريبات عسكرية للقوات البحرية والجوية حول جزيرة تايوان. وأضافت شينخوا أن التدريبات تهدف إلى اختبار قدرة جيش التحرير الشعبي على السيطرة على 16 مجالا جويا وبحريا والقتال في ظروف معارك حقيقية. وفي ردها على هذه التطورات نددت وزارة الدفاع التايوانية بشدة التدريبات العسكرية الصينية قرب الجزيرة، وقالت إنها ستنشر القوات الملائمة للرد وتملك القدرة والعزم والثقة للحفظ الأمن القومي. أعلنت الأمم المتحدة بأن أكثر من 2400 شخص قتلوا في هايتي منذ مطلع عام 2023 جراء العنف الناجم عن تفاقم جرائم العصابات. وفي هذا السياق قالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للمنظمة الدولية رافينا الشمداساني في جنيف إنه بين الأول من يناير وال15 من أغسطس هذا العام قتل ما لا يقل عن 2439 شخصا وجرح 902 آخرون بسبب عنف العصابات. في ظل تصاعد الغضب إزاء عنف العصابات، حذرت المسؤولة الأممية من أن الزيادة المسجلة في حركات تحقيق العدالة الشعبية ومجموعات الدفاع الذاتي تتسبب في مزيد من العنف. أعلنت السلطات الكندية حالة الطوارئ في إقليم بريتش كولومبيا بينما استمرت حرائق الغابات المدمرة في اجتياح الشمال الغربي للبلاد. وقد أرغمت الحرائق العنيفة المشتعلة السلطات على إخلاء مدينة يولينايفا شمال، وباتت تهدد منطقة في مقاطعة بريتش كولومبيا على مسافة 2000 كيلومتر. وقال رئيس وزراء المقاطعة أنه لا يمكن التكهن بما سيؤول إليه الوضع في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن المقاطعة تنتظرها أيام صعبة. وقد أجلت السلطات سكان يولينايفا البالغ عددهم 20,000 بعد إعطائهم مهلة
وقال أحد الطيارين المكلفين بعمليات الإجلاء لشبكة CBC الكندية إن المدينة باتت شبه خالية. في الختام إليكم تذكيرا بأهم ما جاء في هذه النشرة. اختتام مهرجان إريتريا 2023. أعمال فعالة بالعمل الطلابي التنموي في عنسبة. إشادة بالنظام في مهرجان إريتريا. إيكواس تعلن جاهزيتها للتدخل في النيجر ومالي وبوركينا فاسو تتعهدان بالدفاع عنها. الصين تطلق تدريبات عسكرية تحذيرية وتايوان تستنفر قواتها. مقتل أكثر من 2400 شخص في هايتي بسبب عنف العصابات. انتهت النشرة، إلى اللقاء.